السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مطبخ زمان مع سام. ازيكم حبايبي؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده جاي اعمل لكم ايه بقى؟ هنعمله كفتة الحاشي. بصوا الجمال، بصوا الطعامة. وده طبقنا هنعمله كفتة الحاشي، وهنعمله كباب مشوي على الفحم، وهناكله سلطات وسلطة خضراء ومخللات. ويلا بينا حبايبي نشوف الطريقة عاملينها ازاي. ورجعت لكم تاني حبايبي، عايزه اقول لكم بقى الكفته انا شاريه اللحمه. بصوا جميله ازاي، ما فيهاش نسبه دق. يعني انتوا عارفين اللحمه الكفته، كفته الحاتي دي لازم يبقى فيها ايه؟ نسبه دهن. انا طبعا ايه بشرى لها حته دهنه. احلى حاجه الدهنه دي، ليه الخروف بتبقى جميله قوي في الكفته حبايبي. ماشي. عايزه اقول لكم حاجه تانية بردك، انا بشرى البصله وسايباها تتصفى. لازم البصله تتصفى حلوه قوي عشان انا هاخد ميتها. بصوا يا حبايبي اهو، انا عايزه ميتها لحاجه تانية. كده حبايبي البصله انا حطيتها اهو، كنت حاطه عليها شويه ملح عشان تصفي ميتها. يبقى البصله، عايزه اقول لكم بقى المقادير بتاعه الكفته الحاجي. انا حطيت البصله وحطيت حته الدهن اللي انا بشراها، ملح وفلفل اسود وشعره قرفه، شعره بهارات لحمه، وملح ومعلقتين دقيق ومعلقتين نشا. ده بيشرب السوائل. الغرض من النشا والدقيق بيشرب السوائل في اللحم. عايزه اقول لكم انا بشرب حته فلفل سبايسي، انا بحب اي حاجه سبايسي يا جماعه. هفضل بقى على قد ما تقدري تعجني اللحمه دي كويس جدا. لازم تخلي كل الخليط يخش فيها. عايزه اقول لكم كمان، معلقه صغيره بيكنج باودر برضك بتنفش لك الكفته وما بتخليش الكفته تتكسر منك ولا حاجه. ماشي حبايبي. وهي بقيه المقادير اهو، وهقعد اخلط كل الخليط ده حبايبي لحد ما اخليها لكم سايله حاجه، عجينه واحده كده. وهوريها لكم بعد ما اخلص الفرم بتاعها. لو عندك كبه ممكن تفرميها في الكبه حبايبي. هدرسها كلها مع بعضيها وهرجع لكم تاني. لقيت عجين واحدة اهي متماسكة كلها مع بعضها. هسيبها في التلاجة. انا هعملها بكرة ان شاء الله، هسيبها في التلاجة تمسك مع نفسها وايه. وهرجع لكم تاني وانا بحضر لكم، عشان احنا عاملين كفتة وكباب مشوي، الاتنين مشويين. هرجع لكم تاني هقول لكم مية البصل عملت فيها ايه. دي هفضيها وهرجع لكم تاني حبايبي. ورجعت لكم تاني حبايبي. انا هعمل كباب، هشوي كباب. الكباب لازم يبقى اللحمه فيها حته دهن شويه كده. ماشي. انا مقطعاها حتت صغيره هشويها مع الكفته حبايبي. التتبيله بتاعتنا عباره عن البصل اللي انا كنت مسقياه، اللي كنت مصفيه من البتاع ده، وهحط بشره طماطمايه. طماطم بتديها تست حلوه قوي. ماشي حبايبي. وهحط لها معلقه صلصه. دي الصلصه اللي انا كنت شارياها في فيديو المشتروات اهي. ماشي حبايبي. وهحط بقى البهارات بتاعتها، ملح فلفل اسود بهارات لحمه، كمون، باودر توم باودر، بابريكا. انا ما بحبش احط توابل كتير يا جماعه عشان ما تغيرش من طعم اللحمه. ماشي حبايبي. كده خلاص، كده حلو قوي. هضرب ده حلو قوي كده، وهبيت فيه الكباب دوت اللي انا مخرطاه. هي هيشطف في التتبيله لبكره، هيقعد بكره في التتبيله هو والكفته. وبكره هصبحهم يا حبايبي وبالهنا والشفا. ولو جربتوا الطريقه سهله وبسيطه وكلها حاجات من البيت، يعني مش طالبه منك حاجات كتير. وما تكتريش في بهارات اللحمه عشان يديك اللحمه تبقى طعمها حلو. يعني ما تحطيش، ما تفتكسيش وتفضلي تحطي ده وده وده كل ده افتكاسات. لا، سيبي كل حاجة على طعمها الطبيعي، على بتبقى جميلة وهادية وحلوة. ادي حبايبي، ادي تتبيلة هسيب اللحمة تشرب في التتبيلة دي لبكرة ان شاء الله. والكفتة زي ما انتوا شايفينها انا عاملاها اهو. هحطهم على الشوايه. وبعد كده جنبهم طبعا طبق سلطه خضراء وطبق سلطه طحينه وبالهنا والشفا. عايزه تعملي طبق مكرونه ماشي، عايزه تعملي طبق رز بسمتي ماشي. احنا طبعا عايشين في دايت فمش هنعمله ولا رز ولا مكرونه. ماشي حبايبي. هناكله كده بالسلطات بس. هرجع لكم تاني بعد الشوي يا حبايبي. دلوقتي يا حبايبي بصبع الكفته زي ما انتم شايفين، ودي اللحمه اهي. هنحطها على اوريكم انا بولع الفحم بيولع معايا، وبصبع الكفته وهحطها على النار.
وهمشي معاكم خطوه بخطوه. وانا بعمل سلطه طحينه هوريها لكم، عشان عايزه ايه اقول لكم بعملها ازاي سلطه الطحينه حبايبي. ماشي يا حبايبي، هحط ده على النار وهرجع لكم تاني، بس النار يولع. دلوقتي الفحم ولع اهو زي ما انتم شايفين زي الحلاوه اهو. نحطه هناك احسن اهو حبايبي. احط الفحم بقى على الفحم اهو، دي لحمه بقى على الفحم. عايزاكم تجربوها، انا مقطعها حتت صغيره عشان تستوي حبايبي بالتتبيله بتاعتها اهي. وبالهنا والشفا، وعايزه رايكم في التعليقات يا حبايبي. هتفضل بقى على النار، نخلص بقى السلطات تكون استوت. الكفته مش بتاخد حاجه حبايبي، كفته سريع سريع هتستوي معانا بسرعه ان شاء الله. الحاج بقى ايه بيهوي على اللحمه، وتفضلوا اتغدوا معانا. يلا حبايبي، زي ما انتم شايفين كده الكفته كلها اتحطت، اللحمه كلها اتحطت اهو. ماشي حبايبي، ارجع لكم تاني في الكفته. حبايبي في الشوي شامين الريحه؟ يا ريت تتفضلوا معانا. ريحه جنان، مش عشان انا عاملاها، لا، بالهنا والشفا اللي شايف اللي هياكل معانا. بصوا حبايبي اللحمه زي ما قلت لكم جميله ازاي. انا معلش في صوت في الشارع عشان انا بشوف في البلكونه حبايبي، مش عايزاكم تتضايقوا، لازم تعيشوا معايا الاجواء، ده بيحييكوا طبعا. دلوقتي حبايبي بعد ما الكفته استوت، بصوا الجمال، عايزه اوريكم الكفته جميله ازاي ومجوفه من جوه ازاي، بصوا طريه ازاي جوزي. بصوا الكفته جميله ازاي حبايبي، بالهنا والشفا اللي ضايق وبالهنا والشفا اللي شايف. واللحمه مستويه جميله اهي. ادي اللحمه على الفحم، وقلت لكم الطريقه وقلت لكم الخطوات. وما تنسونيش بكومنت حلو منكم حبايبي، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك في القناه، ولايكات بقى وكومنتات حلوه منكم عشان القناه تعلى بيكم حبايبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.